العيش المرحرح الفلاحي على أصوله، زي ما ستات زمان كانوا بيعملوه، طري ومشبع وطعمه يجنن. شايفين الجمال والحلاوة، لسه خارج من الفرن حالا. حاجة بسم الله ما شاء الله، تتاكل حاف من غير أي حاجة خالص. من أحلى أنواع العيش طبعا العيش البلدي، ينفع مع أي أكلة وبيفضل طري، بيقعد يومين تلاتة طري، ولا في أي افتكاسات خالص في العجن. بس أهم حاجة تركزوا معايا وتدوا العجن حقه، وإن شاء الله هيطلع لكم عيش مرحرح، حاجة فاخر من الآخر. شايفين العيش؟ طبعا هنقرصه في الشمس، أنا عجنته بس المقطع ده اتحذف من عندي. طيب العجينة عبارة عن دقيق فينو، او لو هتعجني بدقيق بلدي، بس طبعا علشان اول مرة هتعجني فخليكي في الدقيق الفينو. وكيلو دقيق على كيس من الخميرة الفورية، عليه نص كيس من البيكنج باودر، عليه معلقة من السكر، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من الملح، وهنعجنه لحد ما العجينة بتاعتك تبقى ناعمة خالص. ونعجنه طبعا بمية دافية، علشان انتوا عارفين في الشتاء العجين ما بيختمرش بسرعة، فنعجنه بمية دافية علشان يختمر معانا. طبعا بعد ما عجنته اختمر، شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، العجينة زي الملبن. وهنبدأ نقرص زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبة طبق فيه حبة من الزيت، هغمس ايدي كده وعلشان اقرص والعجين بتاعي ما يلزقش. اهم حاجة في العيش بتاعنا العجينة بتاعتك تكون ناعمة جدا، يعني تقعدي تعجني فيها لحد ما تبقى ناعمة وميبقاش فيها اي تكتلات. ان شاء الله بأمر الله هعمل لكم فيديو تاني كامل هنزله لكم خطوة بخطوة مع بعض من اول العجن. طبعا اللي ما عندهاش مقارص، ده عندنا بنعملها عندنا في الفلاحين، ممكن تجيبي لوح من الخشب وترشي عليه ردة وتبدأي تقرصي زي ما احنا مقرصين كده، وتحطيه في الشمس علشان يختمر معاكي. طيب انا طبعا بعد ما قرصته جيت على كل رغيف كده مشيت عليه زيت، علشان الرغيف بتاعك يبقى بيلمع ويبقى لونه حلو زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. شايفين يا جماعة؟ والله العظيم اليوم اللي بيبقى فيه خبيث ده بيبقى ريحة البيت مليانة دفى، وريحة البيت بتبقى حلوة. وطبعا العيش ده بيبقى حلو أوي مع الجبنة، مع الفول، مع أي أكلة بيتاكل. ان شاء الله هنعمل مع بعض برضو العيش الشمسي والعيش البتاو، برضو الحاجات دي كلها بنعملها عندنا في الصعيد. وكل المخبوزات لو عايزين اي وصفة معينة اكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله نعملها مع بعض. وان شاء الله هنعمل وصفات حلوة قوي ومخبوزات برضو على شهر رمضان. والعيش ده حلو قوي في السحور، الواحد مهما ياكل منه ما بيشبعش، والولاد بيفرحوا بيه وهو خارج من الفرن كده. كنا بنرش الولاد فيه سكر، بيبقى سايح كده وحاجة بسم الله ما شاء الله. برضو العيش ده ممكن لو عايزة تعمليه على البوتاجاز، يعني أحيانا لما ببقى مستعجلة ومش عايزة أعمله في الفرن بنشف العجينة شوية وببدأ أفرده بالنشابة وبسويه على البوتاجاز في الطاسة، بيبقى جميل جدا ومنفوخ. بس أهم حاجة زي ما قلتلك تعجني كويس جدا وتسيبيه يختمر على مرحلتين. أول مرحلة طبعا في العجن، وتاني مرحلة بعد ما تفردي علشان يتنفخ معاكي والرغيف ما يبقاش مكتوم. أنا أصلا العيش بتاعي ده أنا عجنته آخر النهار، يعني جيت على بعد الظهر كده قلت عايزين ناكل رغيفين عيش طري كده، فرحت عجنت على طول بسم الله ما شاء الله. لما عجنت بمية دافية وكترت الخميرة، العجين بتاعي بسم الله ما شاء الله ما خدش وقت. وطبعا المطرحة بتاعتنا دي اللي هنبدأ نريح عليها العيش. و طبعا هزيته شوية على المقرص وبعد كده رميته على المطرحة، ومش معايا حد علشان يصور لي وانا برح لكم العيش، معلش يا جماعة. طيب في حاجة كمان، أهم حاجة في العيش ده الفرن بتاعك يبقى سخن. لما الفرن بيبقى سخن بيتنفخ زي ما انتوا شايفين. على فكرة والله يعني مقاطع كتير أوي محذوفة من الفيديو،
مش عارفة بقى المشكلة في التليفون عندي ولا المشكلة في ايه، فان شاء الله يتعوض. اها شفت يا جماعة بالريح كده، يعني بحاول على قد ما اقدر كده اوريكم. شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله زي الملبن، يعني انا بوريكم اهو ان احنا بالريح كده ماشي. بس هي طبعا ايه الريح، بتمسكي المطرحة من اليد وتحط ايدك تحتها كده من قدام في اللي هي المدورة دي وتبدأي ترحي. بس زي ما قلت لكم الحامل بتاعي والله مكسور، وبحاول اشتري واحد تاني ان شاء الله، بس عايزة حاجة كويسة كده لان انا جبته ده ما كملش حاجة وحاجة واتكسر على طول. والفرن بتاعي سخن زي ما انتوا شايفين، لو الفرن بتاعك بارد هيبقى كل التعب اللي انت عملتيه ده جه على الفاضي، هتيجي ترمي رغيف العيش بتاعك هيبقى ناشف. لكن لما الفرن سخن من اول ما ترميه على الفرن بيقب معاكي على طول زي ما انتوا شايفين. برضو بنخبز العيش بتاعنا ده وبنحطه في اكياس في الفريزر، يعني بنخبز كمية كده خاصة في رمضان ونسيبه لما يبرد خالص، وبنحطه في اكياس في الفريزر بس وهو طري. ونيجي قبل ما ناكل كده نطلعه يدوب كده يفك خالص من التلج اللي هو فيه، وتسخنيه حاجة بسيطة على البوتاجاز كده وكأنك لسه خابزة على طول. شايفين يا جماعة السوا بتاعه بسم الله ما شاء الله. اللي وصل لهنا يصلي على النبي ويقول لنا رأيكم في العيش بتاعنا النهاردة. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ولو عايزين أي وصفات سواء مخبوزات أو أي نوع أكلة معينة من أكلات زمان يكتبوا لنا في التعليقات وإن شاء الله نعملها مع بعض. لايك واشتراك وتعليق حلو لأختكم، وأسيبكم في أمان الله في فيديو جديد. مع السلامة.